هذا مش مقبول، عليه الفراعنة لا يعاقبون، عليه نادي الأهلي المصري مدلل الكاف لا يعاقب. في خبر غير متوقع، الكاف تفاجئ الجميع وتسمح بحضور 30 ألف مشجع في مباراة الإياب اللي باش تجمع نادي القوارير المصرية ونادي الترجي الرياضي التونسي في القاهرة. كأنه شيء ما صار يا ناس، ما فيها باس، ما صار والو. يعني شفت شنو صار في مباراتي الذهاب والإياب للجيش الملكي ونادي القوارير المصرية؟ بيان سور شفنا الكل أعمال الشغب اللي صارت. الكاف في هذا الكل شدت الجيش الملكي، عاقبته، قالت له لا، انت قررت الاحترام، انت تعديت على الضيوف متاعك، وقررت تعاقبه وتحرم الجماهير متاعه من حضور مباراتين. اما اللي عامله نادي القوارير المصرية مدلل الكاف ما شافتوش، قلت لك لا 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 لا, لا ما داروا والو. هذم القوارير اللي لقوها في الملعب ولا العنف اللي داروه هذيك ردة الفعل، ما عملوا والو، ما فماش حتى عقاب. الله 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 الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يعني سؤال بسيط، من قادر على معاقبة الفراعنة؟ يعني المغرب بحضور فوزي لقجع كعضو في هيئة الكاف وما عارفه ما قدرش يعاقب هذا الفرعون، هذا نادي الأهلي. نحن التراجي باش نعاقبوه؟ يا ودي تونس شكون عندها في الكاف؟ في بالكم تونس ما عندهاش ممثل عليها؟ نحن عندنا ممثل واحد جزائري يحكي باسم تونس والجزائر، ريتو الدرابول هنا عندنا واحد بركة في الكاف يحكي علينا الزوز. باركونتر المغرب عندها على الأقل فوزي لقجع. أنا كنت نستنى من المغرب أنها لأول مرة في التاريخ باش توصل تعاقب وتفرض عقوبات على نادي القوارير المصرية، لكن والله أنا بديت أخاف. مين قادر على معاقبة هذا الطاغوت، هذا الظالم؟ شوف 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 يا فرعون، لخصوا الهدرة. إذا فزت على نادي الترجي الرياضي التونسي بمساعدة الحكم، والله راح افضح كل تاريخك. شفت كل شيء، القديم الكل، القديم متاعك المخبي راح افضح. اوكي ويا فرعون يجيك الدور.